السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. انا عايزة النهاردة اقول لكم النهاردة اليوم التاسع للكتكوت البلد الهجين. زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا امبارح كان عندنا حبة، قلنا لكم ان احنا خزنا حبة توم، فانا استخسرت طبعا حرام التوم القرش ده الاخضر اللي مش بحبه لاي حاجة تانية، ولا سمك ولا اي حاجة. فطبعا قلت بدل ما نرميه فرمته في الكبة وحطينا لهم ايه حبة صغيرين. طبعا بما انهم بلدي بقى طبعا ولازم نخلط لهم في الاكل، مش كل يوم بقى بادي 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 بادي. فامبارح برضو جبنا لهم دشيشة ناعمة زي السمسم، وقلنا برضو ايه نطعم لهم في الاكل، عشان ايه لما يكون ما معناش فلوس ان احنا نجيبه بادي وعندنا حبة اكل مثلا فاضلين في البيت، يبقى احنا ايه ناكلهم بقى، مش ان هم يتعودوا لا ان هم ياكلوا بادي ما ياكلوش حاجة تانية. فالنهارده بصوا عملنا لهم اكل حبه ايه، كان في حبه اكل برضو اهو، حبه رز صغيرين اهو، والبصلايه بتاعت الشوربه اهو. طب بصوا اهو، بصوا الرز والبسله عامله ازاي، بصوا فرمتها يعني هرستها اهو، والجزر بصوا ناشفه ازاي. وده حبه توم طبعا من بتوع امبارح، كنا قلت لكم كنا مخزنه حبه حلوين للكتاكيت والفراخ عشان احط لهم بقى في الفطار كده. وده حبه بالي ماشي تمام. نعمل الخلطة ده كده بده. طبعا اهم حاجة عندنا الاكل ما يكونش ايه مية كده، عشان ايه ما يجيلهمش اسهالات ويتعبوا مننا ويعجنوا كمان، ويبقى الاكل ايه اللي احنا نجيبوه بفلوس وفي الاخر يترمى. بصوا اهو اهو، بصوا دي كده نعمله يعني ايه كانهم ايه بنعودوهم لسه، كانه طفل صغير لسه بنطعموه ايه ياكل، عشان برضو ما يرضاش ياكل مثلا الاكل البيتي ما يخسش مننا، لا ياكل ده وياكل ده اهو. شايفين الاكل ناشف ازاي؟ الاكل بيكون ما يكون ناشف كده وكويس، ما تخافيش على الترمن يعني ايه، يعني ما يحمطش في الحر، ما يحمطش منك وبطنه الفراخ تتعب ولا الكتكوتي بتتعب. اهو بصوا ناشف. اهم حاجه عندنا يا جماعه احنا ما عندنا مش بنطلعوا اكل بيت ياما، بس لما يكون عندنا اكل بيت وزياده يعني حبه زي دول ما نرميهمش اهو، ياكلوهم برضه. ما احنا بنربي البلدي ليه اهو. بصوا هما جعانين بس عشان احنا لسه واقفين عندهم، فهم ايه مش عايزين، خايفين بس ان هما ايه يجوا. احنا لسه النهارده اول يوم ننضف لهم الارض بعد 9 ايام. طبعا الارض كانت كويسه وناشفه كل حاجه، بس ايه قلنا نغيره بس الفرشه بس كده، عشان ايه ما تعملش ريحه عندهم وعينيهم وما يجيلهمش اسهالات، عشان برضو ما يبردوش مننا. بصوا احنا عايزين نحركهم شويه. طبعا احنا قفلنا عليهم المكان عشان ايه نبين لهم ان احنا ايه مشينا مثلا وكاننا ايه. بصوا اهو هما جعانين بس كانوا خايفين. بصوا اهو، بصوا هياكلوا طبعا عشان جعانين. بصوا هياكلوا ده وياكلوا ده. بصوا اهم حاجه يا جماعه نحط الاكل ده يكون على جوه، واهم حاجه يا جماعه يكون الاكل ناشف. بصوا اهو، طول ما الاكل ناشف وكويس هياكلوا. بصوا بياكلوا بشراهه ازاي. هي معنى اللي بقول لك عليه ان انتوا برضو تاكلوا اكل بيت، بس اكل بيت بنظافه، مش اكل بيت ان هو يكون حامض، واكل بيت ان هو احنا مرمي في الارض، لا. اهم حاجه مع الكتكوت النظافه والاهتمام. اهو شايفينه عامل ازاي اهو. بصوا بياكلوا ازاي، لان هما دول كانوا من دقيقه مثلا كانوا مش جعانين. بصوا كانوا جعانين لان ده طبعا الوجبه بتاعت الفطار. بصوا الوجبه عامله ازاي اهو، حبه الرز وحبه بسله وحبه البادي. برضو نوفره برضو في المصاريف برضو، ان احنا مش هنأكله بادي على طول، ومش هنأكله برضو دشيش على طول. اكل البيت برضو مش هنرموه، بس بنحط الحاجة بنظافة وطريقة نظيفة
بصوا احنا امبارح جبنا لهم دشيشه ناعمه، بس ما كانتش ناعمه قوي، فاكتر الاكل الدشيشه كلوا هم الناعم، وسابوا فيه خشن طبعا على بقهم، طبعا رموه في الارض. فانا قلت سيبهم شويه لحد ما يكبروا واحطه لهم اهو. مفيش حاجه برضو بتترمى يا جماعه، احنا مربين البلدي ليه؟ عشان برضو اي حاجه طالعه من البيت ياكلوها، مش ان احنا نرموها. بس اهم حاجه عشان برضو احافظ على الطير، الحاجه تقدم لهم بحاجه بطريقه نظيفه. بصوا اهو، والمكان يكون عندهم نظيف. هو الطير عايز ايه؟ هو عايز حاجه نظيفه واهتمام بس. وان عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك في القناه ولايك حلو منكم، واللي عايز اي سؤال في التعليقات يكتبولي وانا ارد عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.